السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحل النهاردة يا شباب الجبرا 2019 الجبرا 2019 اختبارات المسار المصري. طبعا الاختبار في الجبرا 2019 كان 6 multiple choice، وبعد كده كان 4 problems كل واحدة A و B، وكانوا يعني 8 السي بروبلم. امتحاننا دلوقتي هو نفس الاسئله، طبعا مفيش اي اختلاف في الاسئله، ولكن نظام الامتحان اللي اختلف زي الترم الاول بالظبط. 9 مالتيبل تشويس وعندك 7 اساي بروبلم، تمام، وعلى نظام طبعا الايه البوكلت. طيب first question choose the correct answer. if a regular die tossed once die اللي هو حجر النرد طبعا اللي عنده 6 faces، اوكي، ماله؟ يعني وانت مغمض يا حبيبي الدينومينيتور بتاعك 6، يعني اول ما يقول لي داي يبقى الدينومينيتور 6. نكمل، بيقول لي انا عايز الابييرنس اوف ان اود نمبر ايكوال، هيبقى 3 اوفر 6، تمام. يعني ايكوال وات يا ادهم؟ ايوه ايكوال هاف، برافو يا ادهم. طيب ذا دومين، الدومين يا شباب عارفين دايما ان الدومين ار اكسبت زيروز اوف دينومينيتور. طب هو الدينومينيتور هنا عنده زيروز؟ لا، ده الدينومينيتور كونستانت، الدينومينيتور ب 7 مستحيل يبقى بزيرو، يبقى ار ما عدا مفيش، يعني ايه؟ ار اونلي. يبقى the domain of function x minus 4 over 7 it will be r. the order pair satisfy the two equation xy equal 2 x minus y equal 1. طب ده يا مستر لو جاء السي بروبلم اعمل ايه؟ هضطر ان انا اروح انقل الواي الناحيه الثانيه، اقول ان الاكس ايكوال واي بلس 1، وبعد كده اعمل سبستيتيوت في مين؟ في الايكويشن اللي هي اكس واي ايكوال 2، وابدا احل الايه؟ الايكويشن اللي هو سبستيتيوشن ميثود. بس يا مستر ده سؤال مالتيبل تشويس، يعني المفروض ما ياخدش مني ايه؟ وقت. اعمل ايه؟ ممكن نجرب الاختيارات. طيب هل 1 ملتبلاي 1 هي طبعا اكس واي، يعني اكس ملتبلاي واي، هل 1 ملتبلاي 1 ايكوال 2؟ لا، يبقى ده مع السلامه. طب هل 2 ملتبلاي 1 ايكوال 2؟ ايوه تمام. طب هل 1 ملتبلاي 2 ايكوال 2؟ ايوه برضه. لا الاثنين صح، استنى بس عليا. طب هاف ملتبلاي 1 ايكوال 2؟ لا، يبقى ده برضه مش مظبوط. يبقى انا دلوقتي يا اما ده يا اما ده. مين اللي هيفصل في الموضوع ده يا شباب؟ السكند ايكويشن اللي هي x minus y equal 1. طب هل هنا x minus y equal 1؟ ايوه. طب هل هنا x minus y equal 1؟ لا، هنا x minus y equal negative 1. نختار 2 and 1. question number 4 بيقول لي probability of A and B are two mutual exclusive event. يعني ايه mutual exclusive event؟ يعني الانترسكشن بتاعهم بفاي، تمام. فنختار فاي. قال لي استنى يا عم ما تبقاش مستعجل كده. في الماتشوال اكسكلوسيف ايفنت الاي انترسكشن البي ايكوال فاي، صح فعلا، لكن لما يقول لي probability يبقى ايكوال ايه؟ 0. اوكي. additive inverse of an algebraic fraction 3 over x square plus 1. طبعا هتكون بس نغير الاشاره ديت، هتبقى نيجاتيف 3 over x square plus 1. طبعا هو حد يغير لي اللي تحت ده او ما تغيرليش اللي تحت واللي فوق، هو بس واحد بس اللي بيتغير. طب هنا قلبها، ده اسمه multiplicative inverse. في السكند تشوز ده ايه؟ multiplicative inverse، اللي هو ايه؟ يجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ده multiplicative inverse. question number 6 the two straight line x equals 3 y equal 5 intersect at، يا عم الحاج ما بيقول لك الاكس ب 3 والواي بايه؟ والواي ب 5، هيتقابلوا فين؟ في 3 اند 5. صعبه دي؟ طيب تمام. ندخل بقى على الاساي بروبلم. طبعا كان الاول زي ما قلنا في ادي 1 2 3 4 كويستشنز اساي، كل واحد ايه وبي، يعني عندك 8 اساي. دلوقتي بقوا 7 اساي، والمالتيبل تشويس هو اللي زاد شويه بس، بدل ما كان 6 بقى ايه؟ بقى 9. ولكن هي نفس الاسئله هي اياها اللي بتجيلنا في النظام القديم او النظام الجديد، مش فارقه حاجه يعني. طيب سمبليفاي يا مستر، يبقى احنا عايزين ايه؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي، مفيش اكتر من كده،
تمام. شوينج اتس دومين، هو بيقول لك موضحا ايه الدومين. طب حتى لو ما قالش شوينج دومين يبقى لازم برضه غصب عني نجيب الايه الدومين. طيب هنعمل ايه بقى؟ يلا بينا اول ايه question number 2A. x plus 1 over x square plus 3x plus 2. اول خطوه يا شباب هنعمل ايه؟ هنعمل فاكتورايز، يعني n of x ديت equal x plus 1 over فاكتورايز عادي جدا اهوت x مفيش اسهل من فاكتورايز ده يعني الصراحه، بلس لان الساين الاخيره ديت بلس، ويبقوا الاثنين زي بعض نفس الايه اللي في النص. وال2 ملاش حاجه في الدنيا غير 2 ملتبلاي 1 اهي، وفعلا ال1 وال2 الصم بتاعهم 3. كده احنا عملنا اول خطوه اللي هي الفاكتورايز. بعد كده نجيب الدومين هيكون عباره عن r except zeros of denominator اللي هو -2 and -1. تمام كده عملنا فاكتورايز، جبنا الدومين. اخر خطوه بقى نعمل السمبليفاي. يلا يا شباب عندي x بلس 1 مع x بلس 1 مع السلامه، بقت ال n of x equal 1 over x بلس 2. تمام ده كان question 2A. question 2B بيقول لي find the solution set of two equations x plus y equal 4 و 2x minus y equal 2. يعني انت لو انت هتجيب لنفسك مسألة تديها لنفسك مش هتجيب اسهل من كده. لو انت بتجيب لنفسك مسألة مش هتجيب اسهل من كده. طيب دي نقدر نعملها بالاوميتنج بسهولة جدا يا مستر. ازاي؟ ادي ده طبعا 2b x plus y equal 4. Second equation 2x minus y equal 2. بكل بساطة يا شباب انتوا شايفين اهو بلس y ونيجاتيف y مع السلامة. يعني اعمل ادنج للتو ايكويشن وخلاص. يعني ايكويشن 1 بلس ايكويشن 2 x بلس 2x 3x equal y ونيجاتيف y مع السلامة. 4 بلس 2 equal 6. اصبحت 3x equal 6 يا شباب. يعني معنى كده ان الاكس equal 2. substitute with 2 in any equation. نعوض بال2 في اي واحده منهم الاثنين. نعوض في الاولى مثلا هنقول الاكس بكام؟ 2 بلس y equal 4. معنى الكلام ده ان الواي also equal 2. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا عباره عن 2 and 2. طيب انا مش مصدق الكلام ده يا مستر، نعمل ايه؟ نعمل تشيك بسيط بس كده على السريع. هل 2 بلس 2 equal 4؟ يس، يبقى تمام زي الفل. هل 2 ملتبلاي 2 4 ماينس واي اللي هي 2 4 ماينس 2 equal 2؟ ايوه تمام. يبقى احنا عملنا سبستيتيوت بال2 وال2 في ال2 ايكويشنز وطلع الكلام بتاعي برضو ايه؟ برضو طلع مظبوط. يبقى انا كده حل صح بنسبه 100%. وابدا اروح على السؤال اللي بعده. By using general formula find solution set. سؤال محفوظ طبعا. general formula عارفين الايه الرول بتاعتها او الفورمولا اللي هي تقول x equal negative b positive or negative root of b square minus 4ac over 2a. تمام. مين الايه يا شباب؟ الايه هنا ب1، البي بنيجاتيف 2، السي بنيجاتيف 4. وبعد كده بنعمل سبستيتيوت في مين؟ في الجنرال فورمولا ونبدا نحل المساله بتاعتنا بشكل سهل جدا. نكتب الاول الفورمولا بتاعتنا. ده كويستشن 3A. طبعا عندي الاكس الاي ب1، وزي ما انتم شايفين برضو البي نيجاتيف 2. اهم حاجه نطلع الاي والبي والسي. والسي بكام؟ نيجاتيف 4. يبقى ايه؟ خطوات ثابته ومحدده بنعملها ما بنطلعش منها. اول حاجه نكتب الاي والبي والسي، بعد كده نكتب الرول. اكس ايكوال فراكشن داش حلوه كده
ونيجاتيف بي بلس اور ماينس روت بي باور 2 minus 4 AC over 2A. Now substitute with A and B and C يبقى X equal negative B negative 2 plus or minus root B square. بص يا حبيب قلبي، لما تكتب B square ما تكتبش negative 2 square كده، لا حطها في براكت مش هتخسر حاجة. minus 4 multiply ال A اللي هي 1 multiply C اللي هي نيجاتيف 4 over 2 multiply ال A اللي هي ب 1. اوكي طيب كده احنا عملنا كل حاجه تمام التمام. باقي ايه؟ باقي نحسب. لحظه، هو بيقول لي ايه يا شباب؟ بيقول لي round the result to 1 decimal place. to 1 decimal place يعني ايه؟ لاقرب 1 decimal. طيب احنا هنعمل حركه صغيره كده يا شباب، هنقوم قايلين ايه؟ مود 5 3 مود 5 3 نكتب هنا 1 ايكوال نيجاتيف 2 ايكوال نيجاتيف 4 ايكوال. ليه بقى انا بعمل كده يا شباب؟ عشان انا بكون خايف ان انا ممكن حاجه من دي تطلع اشاره خطا او كده، فايه اللي يحصل؟ فتلخبط معايا المساله، فاكتب حاجه غلط فتطلع الاجابه غلط. فانا بجيبها من المنبع من مود 5 3 تمام. طلعت بكام؟ الاكس ايكوال 1 بلس روت 5 اللي هي ب 3.2. طب يا مستر 3.23 ال 3 ديت ريتش ولا بور؟ بور، فمش هتكبر ال 2 هتبقى 3.2. طب السكند سوليوشن 1 ماينس روت 5 اللي هو بنيجاتيف 1.2 نيجاتيف 1.2 يبقى 3.2 ونيجاتيف 1.2. يبقى هنا دلوقتي عندي الاكس equal 1 plus root 5 or x equal 1 minus root 5. يعني x equal او السوليوشن 6 على طول 3.2 and negative 1.2. وكده خلصنا 3A. 3B سؤال سهل جدا، بيقول لي A and B are two events from simple space of random experiment where probability of A is 0.7, probability of B is 0.4, probability of A union B 0.8. أول حاجة عايز probability of A complement أو probability of A dash. probability of A dash نكتب الرول، يعني تعويض مباشر في القانون. حافظ القانون هتقدر تجاوب بسرعه بسهوله جدا، مفيش اي صعوبه. هتقول ايه؟ هتقول probability of A dash equal 1 minus probability of A، يعني 1 minus 0.7 equal what؟ 0.3. طبعا الحل المفروض يكون ايه؟ كتابتك تحت بعضها، ما ينفعش تكتب ايه على السطر كده. طيب بعد كده عايز ايه هو؟ probability of A intersection B. نكتب الرول بتاعتها برضو probability of A intersection B equal probability of A plus probability of B minus probability of A union B اللي هي equal 0.7 اللي هي ال A plus ال B اللي هي 0.4 minus اليونيون اللي هو 0.8 يطلع في الأخير 0.3. سؤال سهل جدا وتعويض في القانون مباشر بدون أي مشاكل. Question number 4. Graph curve x square f of x equal x square minus 2x plus 1 taking x negative 1 and 3 from the graph find solution set of equation x square minus 2x plus 1 equal 0. طيب يبقى أول حاجة يا شباب هنعمل إيه؟ هناخد الأول وايت بورد هنا
الايكويشن اسمها ايه؟ f of x equal x باور 2 minus 2x plus 1 والاx belong to كم؟ negative 1 and 3. اوكي؟ اول حاجه نعمل التيبل بتاعنا عادي جدا طبعا بالكالكوليتور مود 7. طبعا احنا الكلام ده واخدينه الترم الاولاني ويعني اتكلمنا فيه كتير جدا. نعمل التيبل بتاعنا عادي جدا اهو. ادي اكس وهنا اف اكس نيجاتيف 1 0 1 2 3. بكل بساطه عشان ما تلخبطش في الحسابات ممكن نعمل مود 7 ونكتب الايه ونكتب الفانكشن بتاعتنا مود 7 بعدين الفا اكس باور 2 ماينس 2 الفا x plus 1 equal نبدأ بمين؟ ب1 لا negative 1 end from 5 لا from 3 يبقى negative 1 4 0 1 1 0 2 1 3 and 4 negative 1 4 0 1 1 معاها 0 ال 2 معاها 1 ال 3 معاها 4. after that draw coordinate. هو طبعا بيكون في الامتحان رسمهم لك جاهزين تمام. هنا 1 2 3 4 5 هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 هنا 1 2 3 4 5 هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. طيب فيرست بوينت نيجاتيف 1 اند 4 ادي نيجاتيف 1 اند 4 هنا 0 1 اهي 1 و 0 اهي بعد كده 2 1 اهيت 4 اند 3 اهيت وبعدين 3 اند 4 اسف. بعد كده نوصل الكيرف بتاعنا بايدينا بشكل ايه كيرفي كده مش بالمسطره طبعا. تمام. طيب هو عايز حاجه ثانيه بقى يا شباب ايه هي؟ بيقول لي انا عايز السولف ايكويشن اكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 1 ايكوال 0. هو الكيرف ده انترسكت وذ اكس اكسس مع مين؟ مع ايه؟ ها مع ايه؟ مع 1. مع ايه؟ مع 1 يعني اكس هنا ايكوال كام؟ يبقى سوليوشن ست ايكوال كام؟ 1. تمام. ده كده كان حل كويشن كام ديت؟ كان ده 4A. ده كان 4A. فور بي مسألة بلس مسألة اوبريشن يبقى فاكتورايز دومين سمبليفاي فاكتورايز دومين سمبليفاي. يلا بينا نشوف يا مستر هنعملها ازاي. 2x بلس 10 ممكن نعملها هنا 4b هنا كده n of x equal 2x plus 10 over x square plus 7x plus 10 plus x plus 3 over x square plus 5x plus 6. First step factorize يبقى n of x
ايكوال صاحبنا ده عامل له فاكتورايز ازاي؟ هناخد كومن فاكتور، يبقى 2 اكس بلس 5. الدينومينيتور 2 براكت سهل قوي، اكس واكس بلس بلس ال 10 2 ملتبلاي 5 وهنا بلس اكس بلس 3 ما فيهاش اي فاكتورايز ولا حاجه. ننزل تحت اكس اكس بلس بلس ال 6 ملتبلاي 1 ولا 2 ملتبلاي 3؟ 2 ملتبلاي 3. كده عملنا الفاكتورايز. بعد كده الدومين ايكوال ار اكسبت الدومين من الدينومينيتور بس، ار اكسبت زيروز اوف دينومينيتور. امال لو كانت مساله ديفايد كنا خدنا الدينومينيتور ده وده والنيوميريتور اللي هنا، يبقى ار اكسبت نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 5. نيجاتيف 2 كتبناها مره خلاص، اند نيجاتيف 3. طيب بعد كده نقدر بقى نعمل السمبليفاي. عندي اكس بلس 5 مع اكس بلس 5 مع السلامه، عندي اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 مع السلامه برضو. اتبقى لي ايه بعد الحركه ديت؟ ان اوف اكس ايكوال 2 اوفر اكس بلس 2 بلس هنا لما اكس بلس 3 راحت بقى مكانها 1 اوفر اكس بلس 2. والراجل هنا مريحني جدا طبعا. ليه؟ لان الدينومينيتور هنا زي بعضه، مش هضطر ان انا اعمل ايه؟ كومن دينومينيتور. تمام؟ طيب يعني معنى كده يا مستر ان ان اوف اكس ايكوال نعمل النوميريتور مع بعض 3 اوفر اكس بلس 2، وده الايه؟ الحل النهائي، الفاينل انسر هنا خلاص. طيب find the solution set of two equations together in R multiply R x plus y equal 7 و x squared plus y squared equal 25. طيب x plus y equal 7 هنا في لما كنا بناخد two equation for first degree كنا بنحل بأكتر من طريقة، يا إما بالأوميتنج يا إما بالسبستيوشن. في لما يكون عندي بقى واحدة من الفيرست ديجري والتانية من السكند ديجري ما بحلش غير بالإيه؟ بالسبستيوشن بس. تمام؟ يعني بقوم قايل هنا أهوت ده كويشن كام يا شباب؟ 5A. الفيرست ايكويشن x بلس y ايكوال 7 والسكند ايكويشن x سكوير بلس y سكوير ايكوال 25. طبعا انا عارف الحل من قبل ما ابدا. ليه يا مستر؟ ما هو x بلس y ايكوال 7 يعني ممكن 3 بلس 4. طب ما 3 سكوير بلس 4 سكوير ايكوال ايه؟ ايكوال 25. تمام؟ 3 سكوير اللي هي ب 9، 4 سكوير اللي هي ب 16 ايكوال 25. طيب بس لازم طبعا يا شباب ايه؟ لازم ان احنا نحل الحل بتاعنا ده، ما ينفعش ان احنا ايه؟ نكتب الفاينل انسر وخلاص. تمام؟ لان لو كتبتها مش هتاخد عليها طبعا ايه؟ درجات. طيب الاكس ايكوال 7 ماينس واي، يبقى نجيب الاكس تمام ريسبكت تو واي، نجيب الاكس ريسبكت تو واي. افتر ذات ندخل بين الاكس نحطها مكانها هنا. تمام؟ يعني نعمل سبستيتيوت ويز ايه؟ ويز اكس. ريبليس اكس باي 7 ماينس واي، يبقى 7 ماينس واي all of the power 2 بلس y باور 2 ايكوال 25. طيب اغلبيه الناس يعني ممكن نقول 70% من الناس لما تيجي تفك البيرفكت سكوير تعمله كده 49 ماينس واي سكوير. طبعا لا مش مظبوط، طبعا ده من الاخطاء الشائعه. امال ايه يا مستر؟ امال 49 بلس واي سكوير؟ برضو لا. امال ايه؟ طيب عشان ما ننساش يا شباب ده خطا شائع طبعا، ان ده لازم expanded for 3 terms. ده لما يتفك بيتفك 3 terms. ازاي؟ الاولاني 49 فيرست في سكند في 2 يعني ماينس 14y بلس y باور 2. تمام؟ بلس y باور 2 الثانيه ديت ايكوال 25. نعمل ايه بقى؟ نبسط الكلام الجميل ده كده، هيبقى 2y سكوير
minus 14y plus 49 وبالمرة نقول minus 25 equal 0. يبقى 2y square minus 14y plus 424 equal 0. طب بالمرة يا مستر نعمل divided 2 يلا مش خسرانين حاجة. يبقى y square يعني خطوة بتجيب خطوة يا شباب اهيت، خطوة بتجيب خطوة. 7y plus 12 equal 0. اوكي؟ طيب يبقى هنا نعمل فاكتورايز y minus ملهاش غير كده 3 و4. يعني يا اما الواي equal 3 يا اما الواي equal 4. طب لو الواي ب 3 يبقى الاكس يا مستر ب 4. طب الواي ب 4 يبقى الاكس يا مستر ب 3. يعني السوليوشن ست يا قمر عباره عن 4 and 3 or 3 and 4. تمام يا شباب؟ ده كده كان الحل بتاع question 5A. نرجع ل last question هنا. بيقول لي يا مستر في question 5B find in the simplest form showing domain. طيب اي مساله اوبريشن نعمل ايه يا عم الحاج؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي، وبعد كده نتفاهم بقى فاكتورايز دومين سمبليفاي. question 5B زي ما اتفقنا يا شباب فاكتورايز دومين سمبليفاي. يلا اول حاجه هنعمل فاكتورايز. هنقول ان اوف اكس equal x و x plus وماينس ال 3 multiply 1. ننزل تحت x plus 3 divide x square minus 1 x plus 1 x minus 1. ده طبعا difference between square over x plus 1. ده احنا كده عملنا ايه يا شباب؟ عملنا الفاكتورايز. بعد كده الدومين r except من هنا نيجاتيف 3 ومن هنا نيجاتيف 1. واوعى تنسى الايه؟ النوميريتور بتاع الديفايزر اللي هو نيجاتيف 1 كتبناها مره يا مستر، ومين كمان؟ و1. كده احنا عملنا ايه يا شباب؟ عملنا فاكتورايز دومين. بعد كده هنقوم قايلين ان اوف اكس ايكوال اكس بلس 3 في اكس ماينس 1 اوفر اكس بلس 3. الديفايد خليناه ملتبلاي ويبقى اكس بلس 1 اوفر اكس بلس 1 في اكس ماينس 1. طيب يعني عملنا في الليبل ده قلبنا ده ما ننساش. طيب بعد كده اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 مع السلامه، اكس بلس 1 مع اكس بلس 1 مع السلامه، اكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1. جود باي فور ناو سي يو سون. يبقى ان اوف اكس ايكوال وات؟ ما عادش فاضل لك حاجه خالص غير ايه؟ اوعى واحد يقول لي زيرو، لا 1. واحد يروح يقول لي زيرو، لان في ناس كتير ايه لما تلاقي كل حاجه بتروح مع بعضها كده كاتبه لي زيرو. لا، الاجابه لما راحوا مع بعض بقت الاجابه ايكوال ايه؟ ايكوال 1. خلاص كده يا شباب خلصنا الامتحان بتاع الالجبرا 2019. وباذن الله نكمل بقيه الامتحانات في المره الجايه باذن الله. والسلام عليكم.